بصوا يا حبايبي، انا خلاص كده كفتة الرز الجميلة، طاجن جميل مع الصلصة الطماطم الفريش اللي احنا عاملينها في البيت برضو مع البطاطس، في منتهى الجمال، وطبق شهي وشكله جميل جدا. يفتح النفس يا جماعة، وجبة مغذية، وينفع برضو في العزومات، جميل جدا. ولايك وشير يا حبايبي عشان تشوفوا كل حاجة جديدة عندي. اللهم بلغنا رمضان، وتفضلوا معايا. اشوفكم دايما على خير. باي باي. ونزلت بالبطاطس يا دوبك، بس هتقلب يعني هيسخنوا مع بعض كده وهطفي، وهنقدم احلى كفتة لحمة. كفتة الرز باللحمة يا جماعة، كفتة الرز جميلة جدا. وعملنا كمان برضو كفتة الفراخ، وقلنا احنا هنفرزها. حاجة جميلة وحاجة يعني في منتهى الجمال، ووجبة مغذية. وثانية واحدة كده وخليكم معايا نقدمها مع بعض مع شوية رز بقى ابيض او رز بالشعرية يا جماعة. وثانية واحدة. ودي كفتة الفراخ بالرز برضو يا جماعة، عملتها برضو عشان هعملها ميكس كده مع بعض. وعملت برضو معاها بطاطس. اللي حابب بقى ياكل فراخ ماشي اوكي، الطريقة برضو انا هنزلها لكم. واللي حابب ياكل اللحمة برضو انا عاملاها للاتنين، حاجة موفرة وحاجة جميلة جدا. وزي ما اتفقنا اللي احنا كل حاجة هنعمل جزء اللي ناكله نتغدى بيه، وبعد الجزء التاني نفرزه بحيث انه ينفعنا في رمضان يا حبايبي. بصوا يا حبايبي، طبعا احنا عشان كفتة الرز انا دايما بحب اقطع البطاطس كده مكعبات، وبنحمرها معاها ونعمل الصلصه الطماطم. طبعا عندي جاهزه زي ما عودتكم ان كل حاجه عندي جاهزه. وعملنا جنبهم شويه رز بالشعريه وحاجه جميله جدا. شلت البطاطس بقى يا حبايبي وحطيت الكفته. جميله جدا، ما بتاخدش زيت كتير وهشه وحلوه قوي. انا هعمل الكميه كلها بقى يا حبايبي واوريها لكم. جميلة يعني، حاجة حلوة قوي يعني، نضيفة وكويسة. وما تاخدش زيت كتير عشان تابعوا الفيديو، انا عاملاها بطريقة جميلة. وثانية واحدة، جميلة جدا يا جماعة. الكفتة في منتهى الجمال، ما بتاخدش وقت في النار، ومش مكتومة خالص جماعية. حاجة جميلة احنا بنعملها لبيتنا وولادنا. ما بتاخدش ثواني، ووجبة جميلة، وجبة مغذية، ووجبة كلها فيتامينات برضو احنا عملناها. وطلعت انا الكميه دي بقى، وفاضل لي حبه كمان. وثانيه واحده. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ كله تمام. النهارده بقى هعمل كفته رز يا جماعه. هنعمل كفته رز عشان برضو نصبحها وناخد شويه، والباقي نفرزه لرمضان. اللهم بلغنا رمضان. بنجهز برضو كل حاجه عندنا زي ما اتفقت معاكم ان كل وجبه هنعمل وجبه منها، ناكل منها جزء ونشيل الجزء التاني في الفريزر. ماشي. خش على المقادير يا حبايبي. انا معايا نص كيلو لحمه مفرومه، معايا بصلتين كبار و5 فصوص توم، معايا دي ربع رز مطحون، انا جايباه مطحون كده. ومعايا الخضره المشكله بتاعتي، حزمه بقدونس على كرفس، على قصدي بقدونس، على كزبره، على شبت. انا بحب احط الشبت في كفته الرز يا جماعه. ومعايا قرنين فلفل برضو، واحد سبايسي وواحد عادي. ومعايا توابلي بقى، الملح والفلفل والكزبره والكمون والسبع بهارات وحبه بابريكا. وانا بحب احط برضو بهارات الكفته دي يا جماعه، بحب احط منها معلقتين معاها. بتبقى حلوه جدا وبتبقى جميله وبتدي تيست كويس قوي. انا اول حاجه هنزل بالكبه بقى، هنخش على المقادير على طول، نعملها على طول. اول حاجه بطحن البصل. ماشي. حبايبي انا كده حطيت التوابل وحطيت الخضره مع البصل مع الثوم وضربتهم كلهم مع الفلفل. هنحط اللحمه ونحط الرز وهنحط الخضره دي عليها. نزلت بقى بالتوابل اللي قلت لكم عليها بتاعه الفراخ، ونزلت بالرز المطحون عندي اوريدي. انا بحب اجيبه جاهز يا جماعه، بيبقى حلو قوي. وحطيت الكيس بيكنج باودر، لما حطيت معلقه كبيره كده منه، برضو بتدي ما تخليش اللحمه مكتومه خالص. ونزلت كده بقى بالخضره عليها، الخضره مع البصل بقى مع الحاجات الجميله دي كلها. لو حابين نضربها هنضربها نديها وش تاني، بس انا ايه قلت انا بحب اضرب البصل كده كله مع بعضه الاول مع الرز، بحيث ان هو ايه الفلفل اللي ما اتطحنش لسه، في حاجات ما اتطحنتش، كله يتطحن تاني يا جماعه. هنرجع تاني ندخلهم حبه في الكبه تاني. انا بفصل برضو ساعه الكبه عشان انتوا عارفين صوتي ما بيبقاش عالي، وعشان الدوشه. ماشي حبايبي. وبرضو وجبه جميله، وجبه حلوه قوي مغذيه.
برضو بندخل الرز بكميات صغيره، يعني ربع نص كيلو لحمه عليه ربع كيلو رز مطحون حبايبي، مع الخضره بقى مع الحاجات الجميله. التوابل دي بتدي ريحه حلوه قوي. انا ضربتها تاني يا جماعه، وهضرب الجزء التاني. ضربت حبه وحطيت لهم معلقتين رز تاني لاني حسيت ان هي طريه. مش مشكله لما نحط معلقتين رز او 3. وخليكم كده خلاص حبايبي. ضربت الكميه كلها وحطيت لها شويه زيت كده على الوش، وهسيبها شويه بقى تتشمع في التلاجة، وهنصبحها وهتبقى احلى كفته رز جميله جدا. وثانيه واحده حبايبي، انا سبت بقى كفته اللحمه، كفته الرز باللحمه، حطيتها في التلاجة ساعتين كده وطلعت، وحطيت شويه زيت في كده، وهنقعد نصبحها بقى وخليكم معايا. انا كده خلصت كفته الرز الجميله. من نص كيلو لحمه يا جماعه بس، وربع كيلو رز. ادوني كيلو ونص لحمه او يبقى حلو قوي. هنعمل كيلو، هنشيل نص كيلو ونص. نفرزهم بقى رمضان زي ما احنا بنقول، نحضر كل ما نيجي نعمل اي اكله ناخد منها جزء ونشيل الباقي. وانا هعمل طبقين النهارده، وهشيل 4 اطباق، 3 اطباق من كميه جميله جدا وكويسه، وهتقضينا برضو زي ما احنا اتفقنا. كل حاجه نشيل منها جزء يا حبايبي، ماشي؟ وثانيه واحده